إزاي تبقى مليونير في أمريكا في 10 سنين؟ الناس كتير لما تسمع السؤال ده أول حاجة تيجي في بالهم لازم تكون عبقري في الاقتصاد، أو تكون وزير، أو ربحت ينصيب، أو جدك الله يرحمه ساب لك ملايين. لكن الحقيقة مختلفة خالص. الموضوع أبسط من كده، بس محتاج التزام وصبر. الخطة اللي معانا النهاردة مركزة على حاجة واحدة: الاستثمار العقاري. يعني تشتري بيت كل سنة، تأجره، وتستثمر صافي الإيجار في البيت اللي بعده. ومع شوية حسابات بسيطة ونظام، بعد 10 سنين تلاقي نفسك مع محفظة عقارية قيمتها بالملايين ودخل شهري محترم. وبالمناسبة شكر كبير جدا لكل واحد بيتفاعل مع القناة، اللي بيعمل لايك، اللي بيكتب كومنت، واللي بيشترك. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم محتوى أكبر وأعمق. الفكرة بسرعة علشان ما نضيعش وقت هي إنك كل سنة تشتري بيت جديد. البيت يتأجر ويولد دخل إيجاري. صافي الدخل تستخدمه كداون بيمنت للبيت اللي بعده. مع الوقت البيوت تزود دخلك، والدخل ده يسرع وتيرة الشراء. الافتراضات الأساسية عشان نبقى كلنا على نفس الصفحة: 1. سعر البيت يساوي 300 ألف دولار. 2. المقدم يساوي 20%، يعني 60 ألف دولار. 3. القرض يساوي 240 ألف دولار. 4. الفائدة حوالي 5% سنويا، ومدة القرض 30 سنة. 5. الإيجار المتوسط لكل بيت حوالي 3000 دولار في الشهر. 6. المصاريف الشهرية: ضريبة، تأمين، صيانة، إدارة، فترات شغور، ما تتجاوزش 500 دولار. الأرقام دي تقريبية علشان نفهم الميكانيكا. في الحقيقة الأرقام هتختلف من ولاية للتانية ومن نوع عقار للتاني. أول حساب مهم: القسط الشهري على القرض. لو القرض 240 ألف دولار بفائدة 5% لمدة 30 سنة، القسط الشهري يطلع في حدود 1170 لحد 1280 دولار. للتسهيل هنقول 1287 دولار تقريبا. صافي التدفق الشهري من البيت كاش فلو، يعني الإيجار 3000 ناقص القسط 1287 ناقص المصاريف اللي هي حوالي 500 في الشهر، تحت اعتبار الضرائب أو الصيانة أو أي حاجة طارئة. الصافي حوالي 1213 دولار في الشهر، يعني الصافي السنوي حوالي 14556 دولار. النقطة اللي كتير بيلخبطوا فيها: مش لازم تدفع 60 ألف من جيبك كل سنة. الناس ساعات تفترض إنك محتاج كل سنة تحط 60 ألف دولار من جيبك علشان تشتري بيت جديد. الحقيقة إن في طريقتين أساسيتين تخليك تتفادى ده. 1. التراكم من صافي الإيجار، الطريق المحافظ. لو بدأت ببيت واحد، صافي دخلك السنوي حوالي 14500 دولار. بعد حوالي 4 سنين هتكون جمعت 60 ألف دولار وتقدر تستخدمهم كداون بيمنت لبيت جديد. بعد ما يبقى عندك بيتين، الصافي السنوي هيبقى حوالي 29 ألف دولار. ساعتها هتجمع داون بيمنت جديد في سنتين تقريبا. لما يبقى عندك 3 بيوت، الصافي السنوي يقرب من حوالي 44 ألف دولار، يعني تقدر تجمع داون بيمنت جديد في حوالي سنة وربع. الخلاصة: كل ما عدد البيوت يزيد، وتيرة الشراء تسرع، من غير ما تحتاج كل سنة تحط فلوس من جيبك. 2. استخدام الرفع المالي وإعادة التمويل. الطريق الأسرع لكن بمخاطر. الناس اللي عايزة تسارع من البداية بتستخدم تكتيكات زي إعادة تمويل العقار كاش أوت ريفاينانس بعد ما البيت يعلى سعره، وتسحب جزء من الإكويتي كمقدم لبيت جديد. استراتيجية BRR: تشتري عقار محتاج شغل، ترممه، تؤجره، تعيد تمويله، وتستخدم الفلوس كداون بيمنت لبيت تاني. الخلاصة: الطرق دي تسرع جدا وتسمح لك تشتري بيت كل سنة تقريبا، لكن لازم تكون فاهم قواعد التمويل وتاخد بالك من المصاريف والمخاطر. نرجع للأرقام. لو مشيت بالخطة ل10 سنين، لو اشتريت بيت كل سنة لمدة 10 سنين بنفس افتراضاتنا، سعر أول بيت في حدود 300 ألف دولار. نمو أسعار العقارات حوالي 3% سنويا. النتيجة بعد 10 سنين تقريبا: إجمالي قيمة السوق لل10 بيوت حوالي 4 ملايين دولار. يا سلام، مفيش أحسن من كده. ابسط يا عم، بقيت مليونير وانت بتسمعنا وقاعد مكانك. إجمالي الدين المتبقي حوالي 2,500,000 دولار. الملكية الصافية Equity حوالي 1,500,000 دولار. صافي الدخل النقدي السنوي من 10 بيوت حوالي 120,000 دولار في السنة، يعني 10,000 دولار في الشهر. الخلاصة: الخطة تقدر توصلك لمليونير من ناحية الملكية الصافية، بشرط تنفذ بخطة وحذر. مميزات الخطة: 1. بتبني ملكية Equity حقيقية مع الزمن. 2. بتديك دخل شهري يساعدك في المعيشة أو يزيد مدخراتك. 3. تستفيد من ارتفاع أسعار العقارات على المدى الطويل. 4. ممكن توصلك لحرية مالية نسبية من غير ما تكون عبقري، لكن في مخاطر لازم تاخدها في الاعتبار، وهي: 1. السوق ممكن يهبط، لو اضطريت تبيع في وقت هبوط هتخسر. 2. مشاكل المستأجرين: تأخير في الدفع أو تلفيات، فلازم يبقى عندك صندوق طوارئ. 3. رفع الفايدة، ده ممكن يبطئ خططك أو يقلل العائد. 4. الاعتماد المفرط على إعادة التمويل،
مش دايما متاحة بنفس الشروط. 5. إدارة 10 شقق مش سهلة. يا تدير بنفسك وتستهلك وقت كبير، يا تدفع لشركة إدارة وتأثر على صافي الربح. الخلاصة، مش محتاج كل سنة تدفع 60,000 من جيبك. مع الوقت الإيجارات نفسها هتمول البيوت الجديدة. لو عايز مسار أسرع ممكن تستخدم استراتيجيات التمويل، لكن لازم تكون فاهم المخاطر. أهم حاجة الانضباط، التخطيط، وصندوق طوارئ. وفي النهاية، شكراً لكل اللي بيتابع القناة ويتفاعل معنا، دعمكم فرق كبير. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب. قولوا لنا في الكومنتات بتشوفونا منين، ولو من أمريكا من أنهي ولاية، وهل في حد في دايرتكم بقى مليونير بالطريقة دي؟ ولا لسه الدائرة لحد دلوقتي من غير مليونيرين. إخلاء مسؤولية مهم. المعلومات دي هدفها التثقيف العام فقط، مش نصيحة مالية ولا قانونية شخصية. أي استثمار فيه مخاطر، وممكن في مرحلة معينة يحصل خسارة. علشان تكون في السليم ادرس كويس واسأل مختصين مرخصين، ومتخدش قراراتك اعتمادا على كلام أشخاص مجهولين على الإنترنت. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.